السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن مرض السعار، مرض مهم جدا ينتقل من القطط والكلاب للبني ادمين. طيب بكل بساطة انا عندي حالتين، يا اما حضرتك اللي اتعضيت يا اما الكلب بتاعك هو اللي اتعض لو انت مربي. تمام. طيب اتصرف ازاي؟ اولا لو حضرتك يبقى اول حاجه هتعملها هتغسل المكان اللي اتعضيت فيه كويس جدا بالميه والصابون. تاني حاجه تطير طيران وتاخد الجرعات بتاعتك من من اي اقرب وحده صحيه او حاجه، تاخد التحصين بتاعك. تمام. طيب في حال ان الكلب ده انت عندك مثلا في الشارع وفضل موجود في الشارع، طيب انت هتشوفه خلال 10 ايام. حلو. تفضل 10 ايام شايفه ومراقبه. لو حصل له حاجة بعد ال10 ايام دي ومات، ده معناه ان هو كان فعلا عنده ريبز او عنده سعار، وحضرتك مضطر ان انت تكمل ال5 جرعات بتوعك. طيب لو عدت ال10 ايام وما حصلوش اي حاجة، ما حصلش للكلب اي حاجة، حضرتك اوريدي كنت بتاخد الجرعات، عايز توقفها وقفها، عايز تكمل كمل، ولكن يعني انا بنصحك خليك في السيف سايد وكمل الجرعات بتاعتك، انت مش هتخسر حاجة، كلها هم 5 جرعات اصلا. طيب في حال ان الكلب بتاعي هو اللي اتعض، اتصرف ازاي؟ طيب في الحالة دي لو الكلب بتاعك اصلا واخد فاكسين قبل كده للريبس، انت بتجيبه للدكتور البيطري، بيديله حاجة اسمها بوستر دوز او بيديله جرعة فاكسين تانية. تمام. طيب لو الكلب بتاعك مش واخد الفاكسين خالص، يبقى خلال 96 ساعة من العضة اللي جاتله او من هو اتعض، يعني المفروض يروح للدكتور ياخد الفاكسين. والله هو اول قرار المفروض ان هو يبقى فيه قتل رحيم. اول حاجه الدكتور المفروض يقولها لك قتل رحيم. والله انت رفضت، هو ما يقدرش يعمل حاجه غير بعد موافقتك، ولذلك هيديله ايه؟ هيديله فاكسين. تمام. وهيتعمل له عزل 4 شهور. تمام. حلو قوي. طيب لو قلت لي مثلا ان هو واخد الفاكسين من فتره طويله قوي، مش مشكله عادي، هنديله بوستر دوز او هنديله الجرعه التانية وهينشط الاولانيه والموضوع هيمشي باذن الله. كل الفكرة ان انا عايزة اقولك ان المرض ده بنسميه فيتال ديزيز، يعني مرض مميت سواء ليك او للكلب بتاعك. يعني كن حريص جدا جدا واتبع البريكوشنز اللي احنا بنقولها، علشان لا انت تضر ولا تضر حد، ولا الكلب بتاعك يتضر ولا يضر الكلاب اللي حواليه او يعني القطط اللي حواليه او ايا كان. وبينتقل ما بين الكلاب والقطط عادي جدا، فخدوا بالكم. بس السلام عليكم ورحمة الله.